هو بدايتي كانت منتخب السويس. انا بعتذر على عيل صغير، انا قصدي شاب صغير. نادي السويس الرياضي، وطبعا نادي السويس الرياضي بما يحويه من نجوم كبار، كنت انا من ضمن المنتسبين اليه، وانا كنت عندي 12 سنه. مين اللي كانوا العمالقه في الوقت ده يا كابتن؟ كان العمالقه هنا في الوقت الجميل ده كابتن حميد، كان لعيب هايل جدا، ومنتخب مصر، والكابتن حمد الله، الكابتن اللالي، الكابتن اوكا، وبعدين برضك بيقابلهم تاني كابتن امين الاسناوي، والكابتن صبحي اوراني، والكابتن عبد السليم، كابتن علي ابو غبان، وكابتن علي ابو غبان طبعا، والكابتن الاسناوي، والكابتن الاسناوي، وحسن الاسناوي، الكابتن حسن الاسناوي. وكانت لعيبه يعني مستوى عالي جدا جدا. بس كان الناديين، في نادي صعود، نادي هبوط، نادي صعود، نادي هبوط، ولكن اللي هم الاتحاد السويس الرياضي واتحاد السويس. ولكن كان ليهم رونق، وكانت البلد زي ما اهلي وزمالك مقسومين في القاهره، كان السويس مقسومه برضك مع اتحاد السويس والسويس الرياضي، وكان في تنافس شريف وجميل، وكان الفرقتين بيزخروا بنجوم عاليين جدا جدا. وانت عندك 12 سنه كان؟ فانضميت لنادي السويس، ورغم عن ذلك كابتن حلمي الله يرحمه بقى كان قال لك انت ما تنفعش عشان جسمك قليل وصغير، وكنت لسه عندي يعني في سنه 6 باين ابتدائي يعني في 17، ولكن كانت الموهبه كانت موجوده. فهو استشف الحته ديت، فمشت السنين لغايه ما وصلت، حصلت النكسه طبعا سنه 67، وانتقلنا بعد كده، رحت اسكندريه الثانويه العامه والكلام ده، وبعدين رحت التحقت بكليه التربيه الرياضيه ابو قير اسكندريه. ابو قير، كليه الرياضيه ابو قير تزخر بنجوم عاليين جدا جدا. مش شرط ان انا اتكلم عن كره القدم، ولكن ممكن اذكر من النجوم العاليين العالميين الجمال، كابتن مثلا مدحت ورده باسكت بول، ده برضه خريج تربيه رياضيه ابو قير اسكندريه، وكان زميل ليا في الكليه، من الاخلاقيات الحلوه جدا، وكنت سعيد جدا جدا. والاشرم لو تسمع عنه، بطل العالم في المصارعه، خريج ابو